لو قلتلك إن في جهاز كمبيوتر يقدر يتكلم معاك، يفهم كلامك ويحل مسائل صعبة، أو يلعب شطرنج ويكسب أبطال العالم، السؤال هنا هل الجهاز ده بيبقى فاهم فعلا هو بيعمل إيه؟ ولا هو مجرد آلة بتنقل معلومات؟ والسؤال الأغرب، إيه الفرق أصلا بين مخ الإنسان وأقوى كمبيوتر في العالم؟ الإجابة كلها مرتبطة بحاجة واحدة بس، الوعي. الحاجة اللي بتخليك مش بس تعالج معلومات لكن كمان تحس بيها. خلينا نعرف الأول إيه الفرق بين المعالجة والإحساس. الكمبيوترات الحديثة قوية جدا، بتقدر تحلل ملايين البيانات، تتعرف على الصور، تترجم اللغات، لكن الكمبيوتر لما يشوف صورة وردة هو ما بيشوفهاش فعلا، هو بس يدوب بيقرأ بيانات لون وشكل وحجم، مفيش إحساس بالجمال خالص. لكن الإنسان لما بيشوف الوردة الوضع بيكون مختلف، المخ مش بس بيحلل الصورة لكن كمان بيجربها، بيشوف اللون الأحمر وبيحس بجمال الشكل، ودي اسمها التجربة الواعية. مخ الإنسان أعقد جهاز في الكون، لأن فيه تقريبا حوالي 86 مليار خلية عصبية، كل خلية منهم متصلة بالآلاف من الخلايا التانية، يعني عندنا شبكة ضخمة جدا من الاتصالات. الخلايا دي كلها بتبعت إشارات كهربية وكيميائية وبسرعات رهيبة، ومن خلال الشبكة دي بيحصل التفكير والذاكرة وكمان اتخاذ القرارات. لكن السؤال المهم هنا، هل في مكان محدد للوعي؟ لأن زمان بعض العلماء كانوا فاكرين إن الوعي موجود في منطقة معينة في المخ، لكن الدراسات الحديثة بتقول إن الموضوع أعقد من كده بكتير. الوعي بيكون نتيجة تعاون أجزاء كتير جدا في المخ، زي أوركسترا موسيقية كده، كل آلة لوحدها ما تعملش الموسيقى، لكن لما يشتغلوا مع بعض يبتدي اللحن يظهر. وبنفس الطريقة في مخ الإنسان، مليارات الخلايا العصبية لما تتفاعل مع بعضها بيظهر شيء جديد تماما وهو الإحساس. وفي العلم في فكرة اسمها emergent properties أو خصائص ناشئة، يعني صفات بتبتدي تظهر لما النظام يبقى معقد. يعني مثلا المية عبارة عن هيدروجين وأكسجين، لا الهيدروجين سائل ولا الأكسجين سائل، لكن الاتنين لما بيجمعوا مع بعض بطريقة معينة فجأة بيظهر السائل اللي احنا بنشربه. وبعض العلماء بيعتقدوا ان الوعي ممكن يكون نفس الفكرة بالظبط، لما شبكة الأعصاب بتوصل لتعقيد معين بيبتدي يظهر الوعي تلقائيا. واللغز الكبير هنا ان العلم بيقدر يشرح ازاي الخلايا العصبية بتشتغل، وازاي الإشارات بتنتقل، وازاي المخ بيعالج المعلومات. لكن في سؤال ملوش إجابة لغاية دلوقتي، ازاي الإشارات الكهربية دي بتتحول لتجربة حقيقية؟ يعني ازاي المخ بيخليك تحس بالألم وتستمتع بالموسيقى أو تشوف الألوان؟ المشكلة دي العلماء بيسموها المشكلة الصعبة للوعي. والسؤال اللي بيفرض نفسه هنا، هل ممكن نصنع وعي؟ لو الوعي مجرد نتيجة لتعقيد الشبكات يبقى نظريا ممكن جدا إننا في يوم من الأيام نعمل ده، نقدر نصنع آلة واعية أو كمبيوتر عنده إدراك وإحساس وتجربة ذاتية. لكن المشكلة إننا لغاية دلوقتي مش فاهمين الوعي كويس علشان نقدر نصنعه. يمكن الوعي مجرد نتيجة لتعقيد المخ، أو يمكن يكون ظاهرة أعمق لسه ما اكتشفناهاش. لكن الحاجة المؤكدة إن كل تجربة بنعيشها، كل فكرة، كل إحساس هو نتيجة شبكة مذهلة من الخلايا العصبية جوه مخك، شبكة صغيرة لكنها خلقت أغرب شيء في الكون، التجربة الإنسانية. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب.